الأخبار الموجزة اليوم الثلاثاء. قال مسؤولون في بلدية كابول في اجتماع تقديم تقرير العمل لعام 1401 إنهم سينفذون 150 مشروعا في العام المقبل في أجزاء مختلفة من مدينة كابول بتكلفة أكثر من 5 مليارات أفغاني. تم إرجاع 9 ناقلات ديزل منخفض الجودة إلى إيران من قبل وكالة المعايير الوطنية في ميناء فراء 78 ميل. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية أحمد ولي حقمل: تمت الموافقة على وثيقة الميزانية لسنة المالية 1402 هجري شمسي من قبل الهيئات الاقتصادية والإدارية، كما وافق عليها مجلس الوزراء ورفعها إلى القيادة لإقرارها. صرحت وزارة الدفاع الوطني: تم إصلاح طائرة روسية AN-32B من قبل الفرق الفنية بالقوات الجوية والتي أكملت رحلة ناجحة. يقول المساعد الاقتصادي لرئاسة الوزراء إن أفغانستان وأوزبكستان ستعملان معا في المجالات القطاعية والمشاريع الكبرى على أساس تفاهم مشترك في العام الشمسي 1402 الجاري. صرح مسؤول إدارة تعليم فارياب أنه تم تسليم مدرستين للبنين والبنات في منطقتي دولات آباد وخواجة سبسبوش في هذه المقاطعة. تم بناء هذه المدارس بدعم مالي من النرويج من خلال برنامج تنمية القرية التابع لمكتب أكتب بقيمة 11 مليون أفغاني. جمع جمرك مقاطعة قندهار 14 مليار و23 مليون و745 ألفا أفغانيا في عام 1401 السنة الشمسية. قال مسؤول قيادة شرطة قندوز إنهم عالجوا 600 مدمن على المخدرات.